اهلا بكم في فيديو جديد. معاكم مارو. احنا النهارده في الفيديو هنتكلم عن امريكا علمتني ايه في ال4 سنين ونص اللي انا قعدتهم. فهات كوبايه الشاي ويلا بينا نبدا الفيديو من غير كلام كتير. اول حاجه ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب في القناه وتعمل لي فولو على اكونت الانستجرام وتخش تبعت لي اي سؤال انت عايزه. من غير كلام كتير هنبدا في الفيديو. طيب اول حاجه انا عايز اذكرها في ان انا اتعلمتها اول اكتر حاجه يعني هي الانجليش. بصوا، بحب اطمنك ان انت لو جاي امريكا فتتعلم انجليش اسهل من السهوله، من اسهل ما انت كنت تتعلمه في مصر او في الدوله العربيه اللي انت عايش فيها. يعني حرفيا اتعلمت هنا انجليش بكل سهوله ومن غير تعب كتير، ولا بقى دراسه ولا كتب ولا اجيب بقى ادرس جرامر والكلام ده كله. طبعا اتعلمته في الاول في الشغل مع الناس في الشارع وكده، بعد كده اتعلمت طبعا في الدراسه والكلام ده كله. فدي اول حاجه اتعلمتها في امريكا، ودي الصراحه فادتني جدا 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 جدا. خصوصا ان احنا عارفين ان احنا في مصر تحديدا يعني بيبقى في ناس كده اللي هم عايشين اللي هو ايه ده، لو بيتكلم كلمه كلمتين انجليش فهو كده جامد ومش مشكله اصلا يكون معاه مؤهل ولا اي حاجه، ده بيتكلم انجليش. فدي حاجه هتتعلمها هنا في امريكا بسهوله، وهتعرف بعد كده ان دي كانت ولا اي حاجه اصلا، ان ده مش هي دي الحياه يعني. تمام، دي رقم واحد. رقم اتنين هي الحاجة اللي أنا اتعلمتها هي النظام والحياة عامة. بمعنى إيه؟ بمعنى أنا كنت مثلا أو ما زلت يعني إن أنا بدرس في الجامعة وكده. تمام، فيعلموني النظام. هتقولي نظام يعني ايه؟ يعني ما انت ما كنتش منظم في مصر؟ لا، كنا منظمين كلنا عادي يعني، بس احنا كنا عايشين ان احنا فاكرين ان احنا عايشين ده في نظام. بس اكتشفت لما جيت هنا ان شؤون الطلبه والحاجات دي مفيش هنا الكلام ده. يعني زي ما قلت قبل كده ان انا الاي دي بتاع الجامعه بتاعتي استلمته في اقل من 5 دقايق. اقل من 5 دقايق ايه؟ واقسم بالله 5 دقايق دي ده ممكن يحبسوني هنا فيها في امريكا. اقل من 5 دقايق ده اقل من دقيقه. يعني انا هو في نظام كده، حاسس ان انا بقى كنت رايح لسه فكري في مصر اللي في بالي اللي هو انا اروح اقف بقى من بدري واجي من بدري عشان اقف اول واحد في الطابور وفاهم وانجز حالي وانا مصري وانجز بسرعه. ما لقيتش حد غيري اصلا لحد ما روحت اخر النهار. يعني بعد المحاضرات وكده لقيتش حد غيري اصلا والله. فاكتشفت يعني ان في نظام، وانا اتعلمت النظام ده اللي هو مفيش السربعه بقى اللي هو ايه، ادور على طريقه خبيثه اسلك بيها، ادور على حاجه اعمل. فاهمني؟ لا، هو جاهز، كل حاجه جاهزه يعني. فبجد بجد النظام هنا اتعلمته بطريقه رهيبه. نظام في السواقه، نظام في المزام زي ما قلت لك، في الشؤون الحكوميه مثلا في الجامعات، نظام في كل حاجه، في الشغل، في كل حاجه في سيستم وانت بتمشي عليه. في الاول بيبقى صعب شويه عشان احنا كعرب يعني بنحس ان احنا ايه، يا عم خليني اشوف حاجه كده اخلع بيها من الحاجه دي، يا عم خليني. بعد كده نفسك اتعودت. فبجد تاني حاجه هي كانت النظام. وتالت حاجه اتعلمتها هي الثقه بالنفس وازاي تتاقلم في الحياه. دي التالتة والرابعة. خلينا حاجة نتكلم موضوع الثقة بالنفس في أمريكا أنت في الأول بيبقى عندك رهبة كبيرة جدا. تخيل أنت أصلا في مصر لما تيجي تقدم على شغل بتبقى خايف، لما تيجي تخش جامعة جديدة في مصر بتبقى خايف، لما تيجي تسكن في منطقة جديدة ولا حاجة بتلاقي نفسك خايف. فما بالك بقى إن أنت بتيجي في دولة تانية بلغة مختلفة تماما، بكل حاجة مختلفة تماما، ماشي، وبتقدم بيها على بتقدم في بيت، بتقدم في شغل، بتقدم في جامعة، بتقدم في حاجات كتيرة. بتلاقي نفسك عندك كده خوف ملهاش علاقة بإن أنت مش واثق بنفسك ولا لأ، بس أنت جاي دولة جديدة بتتعامل مع ناس تانية، فبتلاقي نفسك إيه، قلقان كده. في أمريكا حرفيا ادتني الثقة بطريقة رهيبة. ادتني الثقة إزاي؟ مفيش عنصريات كتيرة، يعني مش كتيرة، هو ما حاولتش حياتي كلها عنصريات مثلا غير موقف واحد ولا موقفين حصل لي وكانت خناقات، أو بحكيها في فيديو تاني خالص. بس كده تمام. بس اقصد ادتني الثقة بإيه؟ إن مفيش حد يقول لك إيه، لا أنت بتتكلمش إنجلش أنا مش فاهمك مثلا، لا أنت حصل كذا أنا مش دعوة. لا، مفيش الكلام ده نهائي. ازاي يعني؟ انا مثلا في الجامعه في الشغل اما جيت قدمت على الشغل مثلا، على اديها كمثال يعني، تمام، اشتغلت عادي. تمام، حسيت الناس بتعلمني. يعني مش اقول لك مثلا اشتغلت مع عرب، لا اشتغلت مع حوالي 5 6 7 شركات مختلفين. تمام، فالناس كلها بتحس ان هي دي سبورتنج يو، يعني بيديك الدعم كده، فاهمني؟ في ثقه كده والتعامل بيبقى كويس وفي راحه نفسيه. فدي اكتر حاجه اتعلمتها، ان انت ما تخافش يعني. تمام، يعني مفيش حاجه تخوفك. علمتني امريكا، حاسس ان هي علمتني ايه، الثقه بالزياده عن النفس كمان. يعني هو دلوقتي بقى عندي ثقه غير طبيعيه، اللي هو انا مش فارق معايا اي حاجه، يعني انا حاسس في قلب هنا. تمام، وفي حاجه وهي التعامل مع الناس
او التعامل مع اللغات المختلفة او الناس اللي هي من دول مختلفة. في امريكا هنا بتلاقي نفسك بتتعامل مع امريكان مثلا 30%، وال30% التانيين اللي هم أمريكا الشمالية، واللي هم يعني المكسيكان والبرازيليين والناس دول. وفي مثلا الحبة كمان اللي هم الإيشنز، اللي هم مثلا الباكستانيين مع الهنود، الهنديين يعني الهند والحتت ديت. بعد كده حبة عرب. فأنت في أمريكا أنت مش جاي تقابل أمريكان بس، يعني أنت حرفيا في أمريكا بتقابل كل مختلف الدول، كل مختلف القارات. بتلاقي نفسك بتتعامل مع ناس كتير جدا، بتعامل نفسك مع ناس مختلفة في العادات والتقاليد، الكالتشر يعني والحاجات دي. تمامني؟ فبتلاقي انت ايه في تحدي كده مع نفسك، ماشي. وبعد كده بتكتشف ان انت اللي هو ايه ده، انا اتعاملت مع ناس كتير جدا، اتعاملت مع يعني لغات كتيره واصناف من البشر كتيره جدا فبتلاقي في كده جو مختلف. امريكا دايما بيقولك عليها فيها فايب مختلف، ودي حقيقه فعلا. برضه امريكا علمتني حاجه كمان، وهي ان انا ما اثقش في اي حد، ودي حاجه حقيقيه. دايما بتلاقي الناس هنا بتشوف الهوملس في الشارع مش بيرضوا يساعدوه، اللي هو الشحات يعني في الشارع، مش بيرضوا يساعدوا حد يقعدوا عنده في البيت. ليه بقى؟ معظم المشاكل هنا في امريكا بتنطبق على كام حاجه. واحد، ان انت لو جبت مثلا هوملس وساعدته مش عارف ايه، ممكن يوديك في داهيه، يقول مثلا ان هو كان بيرشيك عشان يجيب مخدرات او حصلت معانا قدامنا يعني، ومعانا ناس كتير جدا في النماذج دي. بوينت تانية، ما يقدرش يسكن حد هنا في امريكا. يعني انت مثلا حد جاي يقول لك طب والله انا عظيم، ده انا نفسي اعيش معاك في اوضه، طب في البلكونه والكلام ده، وتعيشوا قانون في ولايه كاليفورنيا. لو حد قاعد معاك في البيت 3 شهور، تمام، ما تقدرش تخرجه غير بقرار محكمه. خد عندك بقى محاكم، تمام. فده معناها برضو ان امريكا بتعلمك ان هو ما تثقش في اي حد، مفيش حد يخش بيتك، مفيش حد تديله فلوسك، مفيش حد تساعده في اي حاجه. دي المشكله، ودي مشكله من المشكلات اللي انا شرحتها قبل كده في عيوب الحياه في امريكا. ان محدش هنا بيساعدك، محدش هنا في الشارع لو عربيتك واقفه يصلح لك معاك زي في مصر كده، يقف ايه ده عربيته كاوتش نايم، اركن على جنب نساعدك. ايه ده انت محتاج مساعده في كذا، مش مشكله، معكش 5 جنيه يا عم خد اهي. هنا مفيش الكلام ده، مفيش حد يساعدك نهائي الا من رحم ربي. حرفيا ممكن تلاقي واحد من ضمن مليون، ده بجد. واسأل أي حد عايش هنا هيقول لك الكلام ده صح مليون في المية. أمريكا علمتني إن الفلوس في الحياة هي كل حاجة. وده كنت حاجة أنا مش حابب أقولها، إن هو لأ الفلوس مش كل حاجة. وكنا يعني أنا عشت 21 سنة في مصر وبقول إن الفلوس مش كل حاجة، والصحاب والحياة والعائلات وإحنا ده لما وي 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 وي. بس لما جيت أمريكا هنا اكتشفت كده، اكتشفت إن أنت بالفلوس هتركب عربيات اللي أنت نفسك فيها، وهتعيش العيشة اللي نفسك فيها في أمريكا، وتجيب البيوت اللي انت عايزها، وكريدت سكورك يبقى كويس، تقدر تجيب اي بيت مش محتاج حد اسمه على اسمك وتحطه تجيبه بيت والكلام دوت وي وي وي. بفلوسك هتلاقي نفسك بتعيش في احسن الاماكن اللي انت عايش فيها في امريكا. بفلوسك مثلا مش هتحتاج لاي حاجه. تقول لي ايه ده، ما هو ده طبيعي. لا، في امريكا هنا الموضوع بيبقى مختلف شويه. مختلف من ناحيه ايه؟ هقول لك. اقول لك ان في هوملس هنا شحاتين كتير جدا في امريكا. تقول لي عادي، ما مصر فيها شحاتين، او الهوملس اللي في امريكا دول بيشربوا مخدرات. مش كلهم بيشربوا مخدرات. ليه احنا دايما رابطين فكره ان الهوملس اللي في امريكا كلهم دول تجار مخدرات؟ والله ابدا، والله العظيم ابدا، تمام. فلا، فانت لازم الموقف دوت او الحياه دي بتاعت الهوملس يخش عندك في عقلك كده حاجه. تقول لي ايه ده، الكلام الكبير ده؟ اقول لك ايه بقى، اسمع الحته دي بقى. الحاجه اللي بقولك عليها هي ليه الناس دول بقوا مشحاتين. يعني دول صحاب البلد، دول امريكان، دول مكسيكان مثلا، دول اجانب مثلا. ليه الاجانب دول شحاتين وانت اللي جاي من دوله تانية عربيه جاي هنا تنجح عليهم مثلا؟ دول شحاتين، انت احسن منهم في ايه؟ دي الحاجه اللي انا بقول لك عليها، ان الفلوس في كل حاجه في امريكا. انا كنت شغال في جاز ستيشن سكيورتي، اشتغلت سيلز، اشتغلت اوبر، اشتغلت كتير جدا، تمام. من كلامي مع ناس كتير عرفت اني كل الناس او معظم الشحاتين اللي قاعدين في امريكا او الهوملس اللي قاعدين في امريكا هم قعدوا في امريكا بسبب ان هم اوت، تمام. بسبب ان هم كريدات، ديون، دبل است دبل است دبل است دبل است دبل است، تراكم عليه فلوس كتير. البنك يبدا يسحب منك، يسحب، تمام. الفايده تزيد عليك، سكور كريدتك يقع، انت قاعد في الشارع بس. دي بوينتات. انا الفيديو ممكن يكون ايه اللي اتعلمته في امريكا او الحياه علمتني في امريكا، بس في كل بوينت حابب اشرح لك ليه وايه الميزه والعيب في البوينت دي، تمام. فالفيديو مش هيبقى مخصص لحاجه واحده بس. يعني انا برضو اتعلمت هنا في امريكا ان الدراسه مهمه. هتقولي ما احنا في مصر عندنا الدراسه مهمه. احنا عندنا في مصر الدراسه مهمه اسما، مش حقيقة. بمعنى ايه؟ يعني احنا دايما عندنا معظمنا 80%
الناس اللي بتدرس في مصر مش مهتمة بالدراسة، يعني هي مهمة بالنسبة لها كاسم، لازم أبقى معايا شهادة وكده وخلاص. اللي هو إيه، بنقعد طول الترم مقضينا خروجات وصحاب وشلل في الجامعة، ونيجي على الامتحان ناخد ملزمة بنذاكر منها، هنخش الامتحان نكتب كام ورقة، جبت جيد جدا، جبت مقبول، وخلاص الموضوع انتهى. هاخد ب4 سنين اتخرجت من هندسة، طب، اتخرجت من أيا كان، أنا مش فاهم أي حاجة، بس المهم إن أنا اتخرجت معايا شهادة، صح؟ صح. أمريكا بقى علمتني حاجة تانية خالص، إن الدراسة أهم حاجة. الدراسة حرفيا بتهتم بكل محاضرة في يومك، بتمتحن، بتعمل حاجاتك، بتخ تخ 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 لحد ما تخلص الترم وتمتحن وي 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 وي، وفي الآخر تتخرج بعد 5 سنين عذاب، وبتدفع فلوس في الجامعة ديت عشان لما تدفع فلوس في الجامعة دي وتتخرج، تمام، بيبقى حرفيا في شغل، حرفيا في شغل بشهادتك دي، وحرفيا الشغل ده بيبقى متقدر بفلوس، وفلوس جامدة جدا كمان، مش أي فلوس. فدي البوينت اللي انا اتعلمتها، مش على عكس عندنا في مصر. طبعا انا يا عم مش هقول لك مثلا طب وصيدله، خليني مثلا اقول لك انا يا عم خريج من حقوق، انا خريج مش مثلا، فاهم انت الكليات اللي هي بتبقى خلاص بعد الطب وصيدله والحاجات اللي فوق دي بتبقى فيه كده رصه تحت كده ما لهمش اي لازمه، خلاص انت لو اتخرجت يعني انت وحظك بقى، فاهمني؟ هنا في امريكا مفيش كده، مفيش اصلا مجاميع، مفيش اصلا ترقيات، مفيش، هو انت اتخرجت تشتغل. حرفيا امريكا كلها شغل. فتعلمت ان الشهاده هنا مهمه، علمتني ان لا، ان الشهاده هنا مهمه، الشهاده هنا مفيش حاجه اسمها اضرب امتحان وخلاص ورقتين وغش سؤالين من جنبك وانجز وعدي الامتحان يلا عشان تخلص، مفيش الكلام ده. انت حرفيا لو اتخرجت من جامعه هنا وانت مش فاهم اي حاجه، انت رحت في 60 داهيه. انت مقتنع ان انت بيبقى عليك ديون الجامعة اللي هي بتقدر في حوالي 50,000 دولار ولا حاجة؟ يعني أنا جامعتي حاجة و50,000 دولار بس، تمام. فبعد ما اخلصها يعني هسدد الكارد دوت بعد على براحتي، يعني هم مش هيضغطوا عليا يقولوا لي سددهم على سنه ولا سنتين، ممكن على 20 30 40 سنه براحتي، تمام. بس تخيل انا اتخرج من جامعه دافع فيها 50,000 دولار ولا حاجه، تمام، والحكومه واخده منها جزء، يعني قول مثلا هدفع منها 30 ولا حاجه، وفي الاخر انا مش فاهم حاجه ومش هشتغل بيها، لا ده انا هروح حرفيا يعني ارجع مصر بقى، ارجع مصر، ما هي حاجة مهمة جدا، وهي أمريكا علمتني الصحيان بدري. حرفيا أمريكا هنا اليوم بيبدأ عندنا من حوالي 5 الفجر. 5 الفجر ديت بتلاقي الشوارع عندنا هنا في أمريكا أكننا في مصر الساعة 10 بالليل، الشوارع مليانة عربيات رايحة جاية، الناس رايحة الناس خارجة مش عارف ايه، ده 5 الفجر. 5 الفجر، انت مقتنع؟ أمريكا هنا بتنام الساعة 9 بالليل. 9 بالليل 10 الناس نايمة، مفيش حد في الشارع. أنا بخرج أصلا هو في ايه الصحراء دي، اقسم بالله، وانا عايش في كاليفورنيا، انا عايش في لوس انجلوس، يعني صباح الفل. بس اقسم بالله بعد الساعه 10 انسى، خلاص مفيش حد هنا. امريكا علمتنا صحيان بدري. انا واحد كنت في مصر بصحى الساعه 2 الظهر 3 الظهر، اللي هو ايه ده، هو في ايه، واليوم بيبتدي ازاي، اقسم بالله العظيم. طب انا هنا تلقائيا بلاقي نفسي 5 الفجر انا صاحي. انا 5 الفجر انا صاحي، انا شغلي بيبدا 6 الصبح. انتوا مقتنعين؟ يعني تخيل الشغل ابقى بادئ جوه شغلي 6 الصبح، فما بالك بقى اصحى الساعه كام، فاهمني؟ اللي هو مفيش هنا شغل اللي بيبدا الساعه 2 الظهر دوت ورايح كده، مفيش الكلام ده، وترجع الفجر، ايه مفيش الكلام ده هنا. الشغل هنا بيبدا 6 الصبح يا باشا. طبعا في ناس شغاله جريفيارد اللي هو بالليل او شفت ليل، يعني مفيش مشكله، انا بتكلم عن الحياه عامه هنا في امريكا. بتلاقيهم هنا 5 الصبح وكده، ودي حاجه اتعلمتها خلاص. اتعلمت ان انا اصحى بدري، اتعلمت ان انا انظم حياتي، اتعلمت ان انا اروح الجيم، اتعلمت ان انا اكل كويس مش عارف ايه. فبجد حرفيا الفيديو عايز اقوله لك ان فكره ان انت اتعلمت ايه في امريكا دي تلاقيها ماديا، مش ماديا سوري، فكره اللي انت اتعلمت ايه في امريكا اكتر، يعني مش ماديا اكتر، لا انت اتعلمت نفسيا وذهنيا كده وعقليا، بعد كده ماديا. فانت تلاقي نفسك كبني ادم انت متعلم حاجات كتير، انت طالع مستفاد من الحياه هنا، فاهمني؟ فحرفيا النوم هنا واليوم اصلا تنسقه في امريكا من تنسيق تنسقه دي بمعنى ايه؟ ان انت بتلاقي الصبح الساعة 5 تصحى بتروح شغلك، عشان ايه بتلاقي 6 7 8 ها 9 كده الناس كلها بتفطر بقى، والتاني ناس رايحة تجيب قهوة ومش عارف ايه. انت بقى الامريكان بيعيشوا في الحياة دي مش عارف ايه. بعد كده تلاقي اللانش بتاعهم اللي هو الغدا بتاعهم الساعة 12 الظهر. 12 الظهر الغدا ازاي؟ انا كنت في مصر بتغدى الساعة 3 العصر 4 ديت ده وكده ايه، بيبقى جعانين، تمام. فاللي هو في كده تناسق في الحياة كده تدريجيا كده، تحس ايه ده. بعد كده تلاقي نفسك اتعودت بقى، انا خلاص اتعودت على الحياه دي، انا بقيت احب اصحى بدري. انا لو نمت متاخر ابقى متضايق. يعني الحاجات اللي انا حرفيا اتعلمتها من امريكا.
أمريكا علمتني النظام، علمتني إزاي أنام بدري وأصحى بدري، علمتني إزاي إن الدراسة مهمة، علمتني إزاي إن أنا أخلّي بالي من الفلوس، الفلوس مهمة في أمريكا، علمتني إزاي إن الحياة دي مش أي حاجة، علمتني إزاي إن كل دقيقة بتعملها في حياتك مهمة. والله العظيم أنا ما كنتش باعمل حاجة في حياتي في مصر غير حاجة واحدة بس، تمام، إن أنا أقعد في الشارع مع صحابي وألعب كورة مثلًا ونتفرج على ماتش كورة وأروح الجامعة لو أنا رايح الجامعة، بس. إيه تاني اتعلمته في مصر مثلًا؟ ما فيش. الحياة أو الناس اللي حواليّا كلّها بتعمل نفس الحاجة، فأنا لمّا جيت هنا أمريكا ده اللي حصل برضه، الحياة كلّها كده ماشية كده. أنا باصحى الصبح بدري، باروح أدّي الشغل بتاعي، أو عندي محاضرة آخر النهار، أو عندي أونلاين محاضرة، باخلّص أروح الgym، آجي أعمل حاجة عايز أعملها في الجامعة، أسجّل الفيديو ده بالليل قبل ما أنام، خلاص عملت الفيديو أبقى أعمل له upload، أخش أنام، أنا عندي شغل الصبح. ده الروتين بتاعي بتاع كل يوم، ده الروتين ثابت. عندي يومين weekend أجازة، لو عايز أصور vlog برّه في الشوارع باصور، لو عايز أخرج مع صاحبتي باخرج، لو عايز أخرج مع أهلي باخرج، كده. فدي نمط الحياة في أمريكا، اللي هو بتلاقي كله ماشي بالنمط ده، فأنت بتلاقي إن كل اللي حواليك كده، تمام، فأنت لازمًا تبقى كده، فاهمني؟ فدي ملخص الحياة حرفيًا في 4 سنين والحاجات اللي عملتها. دي الحاجات اللي أنا اتعلمتها في الحياة، مش اتعلمتها ورقة وقلم يعني، تمام. فأتمنى يكون الفيديو عجبكم، متنساش تعمل لايك سبسكرايب وتكتب في الكومنت تحت إيه اللي أنت عايزني أعمله المرة الجاية، أو اكتب لي أي سؤال أنت حابب تسأله عن الحياة في أمريكا. متنساش تعمل لايك سبسكرايب وتشترك في القناة وتعمل لي فولو على الانستجرام. و see you guys next video. سلام.